القديس أبادير وأخته إيرائي. في إنطاكية القديمة ولد القديسان أبادير وأخته إيرائي أبناء الوزير واسيليدس. كان أبادير قائدا عظيما في جيش الإمبراطور، لكنه كان له قلب متعبد يقضي لياليه في الصلاة. وفي إحدى الليالي ظهر له السيد المسيح وقال له: قم وخذ أختك إيرائي واذهب إلى مصر، فهناك تنالا إكليل الشهادة. سيهتم إنسان اسمه صموئيل بجسديكما. استيقظ أبادير مرتجفا ليفاجأ أن الرؤيا نفسها ظهرت لأخته. اتفق الاثنان أن يسفكا دمهما لأجل المسيح رغم توسلات والدتهما الباكية. كان أبادير كل ليلة يتنكر ويخدم المسجونين في الخفاء، ثم سمع صوتا إلهيا يذكره بالسفر، فأخذ إيراي ورحلا إلى الإسكندرية ثم إلى مصر، حيث قابلا القديس أبا كراغون فنالوا بركته. وفي الأشمونين التقيا بالشماس صموئيل، ثم توجها إلى أنصنة واعترفا أمام أريانوس الوالي، فعذبهما بشدة، لكنهما احتملا الألم بشجاعة. وفي وسط العذاب رأيا السماء مفتوحة والمسيح يقويهما. وبعد أن أعلنا إيمانهما بوضوح، أمر الوالي بقطع رأسيهما، فلف صموئيل جسديهما في ثياب فاخرة ودفنا بكرامة عظيمة. وصارت لهما كنيسة تشهد إلى اليوم بإيمانهما العجيب. شفاعتهما تكون معنا. آمين. لو عجبتك القصة ادعمنا بمتابعة واترك تعليق وشير الفيديو. مونجاسو.